أهلا ومرحبا بكم من جديد على قناة Alternative Life. في هذا الفيديو سوف أعطيكم لمحة عن الفرق المتأهلة لدور ال16 من دوري أبطال أوروبا، وسوف نعود بالتفاصيل في فيديوهات لاحقة. لذا ندعوكم للاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس ليأتيكم كل جديد. إذن 16 فريق في الدور الثاني يتنافسون من أجل دوري أبطال أوروبا. ففي المجموعة الثامنة تأهل كل من جوفنتوس ومانشستر يونايتد إلى دور ال16. جوفنتوس يعني قدم في دور كبير في إيطاليا، ولكن مانشستر يونايتد رغم المستوى المتواضع في الدوري الإنجليزي كذلك أيضا في الشامبيونز يتأهل كصاحب مركز ثاني إلى دوري أبطال أوروبا. في المجموعة السابعة ريال مدريد يتأهل برفقة روما إلى نفس الدور. ريال مدريد بدون رونالدو يواصل التألق في الشامبيونز رغم الأداء المهزوز في الدوري، وروما كالعادة خطوة بخطوة وفي انتظار المفاجآت في المواجهة القادمة. في المجموعة السادسة مانشستر سيتي كالعادة يتأهل ويحسم مجموعته في انتظار مواجهات قوية سوف تكون له في الدور ال16. وفي نفس المجموعة يتأهل ليون اللي يقدم في مردود كبير هذه السنة في دوري أبطال أوروبا. المجموعة الخامسة بايرن ميونخ الألماني كالعادة بطل المجموعة، إضافة إلى أجاكس أمستردام الهولندي اللي بشباب بجيل صاعد يطمح أن يمر إلى الأدوار المتقدمة في دوري أبطال أوروبا. المجموعة الرابعة نادي بورتو يتأهل كأول المجموعة إلى جانب شالكة الألماني. نادي بورتو قدم مستوى جيد هذا الموسم في دوري الأبطال، وشالكة يخطو بثبات إلى الدور ال16. في المجموعة الثالثة تأهل نادي باريس سان جيرمان، إضافة إلى ورقة بين نابولي وليفربول. المجموعة الثانية تأهل نادي برشلونة، إضافة إلى نادي إنتر ميلانو الإيطالي بعد غياب كثير ومنافسة كبيرة بينه وبين توتنهام هوتسبير. أو في المجموعة الأولى فإنه تأهل كل من أتلتيكو مدريد الإسباني وبروسيا دورتموند الألماني. بروسيا دورتموند إلى حد الآن بطل البوندسليغا، وأتلتيكو مدريد كوصيف للبوندسليغا. هذه اللمحة على 16 فريق المتأهلين لدوري أبطال أوروبا. انتظرونا في تفاصيل حول كل هذه الفرق، تفاصيل حول عملية القرعة والتفاصيل أخرى سوف تأتيكم في فيديوهات أخرى تباعا. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى.